صباح الفل على احلى مشاهدين. اهلا بيكم في قناه ايجيبتورينا. تعالوا النهارده اخدكم في جوله نتفرج على المتحف اليوناني الروماني في اسكندريه. لو انتوا اول مره بتشوفوا القناه، انا مرشده سياحيه وبعمل فيديوهات عن الاماكن السياحيه والاثريه في مصر. لو عجبتكم فكره القناه اضغطوا حالا على سبسكرايب عشان توصلكم كل الفيديوهات اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها. هتلاقوا فيديوهات انجليش وعربي، وممكن تختاروا من البلاي ليست المجموعه اللي انتوا حابين تتفرجوا عليها. تعالوا نعرف الاول ازاي نروح المتحف ده. المتحف موجود في شارع المتحف اليوناني، متفرع من شارع فؤاد. شارع فؤاد من أجمل الشوارع في اسكندرية وأقدمها، وبيتميز بالمباني الأثرية اللي موجودة فيه. ومن أشهر الأماكن السياحية اللي موجودة فيه هي أوبرا اسكندرية، ودي أقدم أوبرا في مصر من سنة 1902. وكمان في أول الشارع بنلاقي المتحف القومي، وكنت عملتلكوا عنه حلقة قبل كده. بتفضل تتمشى في شارع فؤاد الجميل لحد ما بتلاقي البارك بتاع المتحف ده، شكله مميز جدا. اول ما بتوصل للمتحف بتلاقي ده شكل الواجهة بتاعته والمدخل من هنا، وقدامه في مساحة كبيرة فاضية. المساحة دي بتستوعب أعداد كبيرة من الزوار في حالات مثلا الرحلات المدرسية أو رحلات سياحية. حتى مساحة المتحف من جوه كبيرة جدا زي ما هنتفرج عليه دلوقتي. دي الواجهة الأصلية للمتحف، مكتوب عليها كلمة موسيون، معناها متحف باليوناني. والواجهة من بره بتاخد شكل المعابد اليونانية اللي موجودة في اليونان. جنب المتحف على ايدك اليمين بتلاقي شباك التذاكر، وده اللي بتقطع منه التيكت قبل ما بتدخل. بتلاقي التيكت سعرها للأجنبي 300 جنيه، وللطالب الأجنبي 150 جنيه، والمصري 40 جنيه، والطالب المصري 20 جنيه. مواعيد المتحف من 9 صباحا حتى 5 مساء كل يوم، لكن شباك التذاكر بيقفل الساعة 4، يعني لو جيت 4 ودقيقة مش هتقدر تدخل. الفئة المعافاة من التيكت بالنسبة للمكان هنا أو أي مكان تاني بيكونوا كبار السن اللي فوق 60 سنة، وكمان ذوي الاحتياجات الخاصة. والتصوير متاح لكن بكاميرا الموبايل وبدون فلاش. شايفين طابور الزوار اللي قدامنا ده كان في أول يوم افتتاح للمتحف، وفي أكتر منهم جم بعد كده، وكمان غير الأعداد اللي كانت جوه. افتتاح المتحف ده كان يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، بعد 18 سنة من التصليحات والترميمات اللي كانت جوه المتحف. وبعد كل ده أصبح المتحف اليوناني الروماني في اسكندرية هو أكبر متحف موجود على حوض البحر المتوسط كله، بيضم آثار للحضارة اليونانية والرومانية والبيزنطية. ودلوقتي بعد ما عرفنا ازاي نروح المتحف، وعرفنا فين مكانه، وعرفنا مواعيده واسعار التيكت، يلا بينا دلوقتي نبدأ الجولة جوه. اول ما بندخل المتحف بنلاقي فيه مسار اجباري بيودينا على اول قاعة. القاعة دي بتحكي عن تاريخ نهاية العصر الفرعوني والأسرة 30 عهد الملك نكتنبو. طب ليه بنعرض دلوقتي آثار فرعوني؟ السبب هنا حاجتين. اول حاجة علشان تبدأ في حقبة معينة اللي هي الحقبة اليونانية، لازم تعرف الحقبة اللي قبلها انتهت ازاي. تاني حاجة ان الآثار اللي موجودة قدامنا هما معظمهم 3 قطع فقط. الآثار دي بترجع لمدينة او اتلقت في مدينة هيراكليون الغارقة اللي هي حاليا ابو قير. وعملت لكم فيديو عن احدث الاكتشاف هناك، معبد افرودايت، وهيظهر لكم دلوقتي فوق، وما تضغطوش عليه غير لما تخلصوا الفيديو. الأواني اللي قدامنا معمولة من ماتيريال مختلفة زي الكلاي، زي الألباسترون. كان ليها استخدامات كتيرة في حفظ الأدوات، خصوصا أدوات الزينة للنساء سواء كانوا المصريين أو اليونانيين. والأدوات دي كلها اتلقت قبل مجيء الإسكندر لمصر، ومعنى كده ان ده دليل ان كان في يونانيين قبل ما الإسكندر يجي لمصر، وكانوا موجودين خاصة في مدينة هيراكليون اللي غرقت. ودي بتبين قد ايه كان في تعامل تجاري ما بين مصر واليونان في الوقت ده من قبل مجيء الإسكندر. تعالوا دلوقتي نروح للإسكندر ونعرف ايه حكايته. على الرغم من الإسكندر مشهور، إلا إنه ما قعدش غير سنة واحدة بس في مصر. الإسكندر جه مصر من مقدونيا، جاب معاه 40,000 جندي من مقدونيا واليونان علشان يحاربوا الفرس، ووقتها هزموهم من غير أي مقاومة. وبعديها اتوج كفرعون من كهنة منف، وبعديها راح معبد الإله أمون في سيوة، وبعديها اتجه لإسكندرية
وقرر إن هو يبني المدينة اللي بيحلم بيها، مدينة الثقافة والعلوم، لكنه مات بدري في سن 33 سنة. كان في العراق، وبعد كده الموكب بتاعه جه علشان يتدفن في اسكندرية، لكن مقبرته اختفت. مش بس السنين ديت، لكن هي اختفت من قرون كتيرة قوي فاتت، تقريبا من قبل القرن الخامس، ومحدش يعرف عنها أي حاجة. الأكيدة إن هي في اسكندرية، لكن فين؟ هي أكيد مدفونة زيها زي كل الآثار اللي هي اتدفنت تحت الأنقاض دلوقتي، أو تحت المباني الحالية لمدينة اسكندرية. معظم الآثار دي مدفونة تحت المباني اللي موجودة دلوقتي، لأن اسكندرية كده كأنها طبقات تحت بعض، وفي كمان آثار كتير مازالت تحت المية. لكن خلي عندكم أمل كده، أكيد هنلاقيها في يوم من الأيام. زي ما عرفنا ان المتحف متقسم لكذا قاعة، كل قاعة بتتكلم عن حقبة معينة. دلوقتي بعد الاسكندر بنلاقي الغرفة دي او القاعة بتبدأ من العصر البطلمي حتى نهايته. الجدران في الغرفة دي متلونة باللون الازرق، وده بيعبر عن اسكندرية. الغرفة دي بنلاقي فيها لوحة كبيرة جدا زي ما احنا شايفين، معمولة من الموزايك او الفسيفساء. اليونانيين كانوا ممتازين جدا في صناعة كتير من الألواح الفسيفساء، وكانوا بيجيبوا التايلز صغيرة قوي قوي، وكانوا بيجمعوها مع بعض وبيطلعوا منها شكل جميل جدا. قدامنا دي صورة لبرنيكي زوجة بطلميوس الأول اللي جه بعد الإسكندر، وفي على رأسها شكل المركب الحربية أو سفينة الحربية. والبطالمة عاشوا في مصر وحكموا من مدينة اسكندرية، وجي بطلميوس الأول وبعديه بطلميوس التاني والتالت والرابع. بتنتهي الدولة البطلمية بنهاية الملكة كليوباترا ومارك أنطونيوس بهزيمتهم في معركة أكتيوم، وبعد كده اتهزموا في معركة اسكندرية. في الغرفة هنا بنلاقي قدامنا تمثال كبير لرأس كليوباترا ومارك أنطونيوس زوجها، وبنلاقي في الأطفال اللي هم أولادهم. الأطفال دولت وقت هزيمة كليوباترا ومارك أنطونيوس، طبعا هم انتهوا بالهزيمة، وكانت هزيمتهم مأساوية وأعدموا نفسهم. بعديها أولادهم اتربوا مع طليقة مارك أنطونيوس. لما نتكلم عن اسكندرية لازم نذكر الآثار الغارقة. عندنا مكانين في اسكندرية فيهم آثار غارقة، عند الميناء الشرقي في ناحية القلعة، قلعة قايتباي، والناحية التانية اللي هي عند مدينة هيراكليون عند خليج أبو قير. أول اكتشاف للآثار الغارقة كانت سنة 1933، وبعد كده الغطاس المصري كمال أبو السعدات اكتشف سنة 1961 الآثار الغارقة اللي موجودة عند الميناء الشرقي اللي هو آثار الفنار. لقى بعض التماثيل، كان في تمثال بيرجع لأيزس معمول من الجرانيت، وفي تماثيل للعملات الذهب. وكمان من أهم الحاجات اللي هو عملها، هو عمل 2 خريطة مهمين جدا لمواقع الآثار الغارقة تحت المية، وبعض التماثيل دي معروضة دلوقتي في المتحف. العمليات اللي زي دي، استخراج الآثار من تحت المية، بتاخد وقت ومجهود كبير جدا وأكيد تكلفة، فالأفضل حمايتها تحت المية إن هي تفضل زي ما هي. وكمان يعملوا متحف، يزودوا عدد المتاحف تحت في المية، ويعملوا متحف مفتوح، ده هيجيب ملايين الدولارات كل سنة. قدامنا رؤوس من التماثيل البطلمية، واضح جدا عليها تسريحة الشعر الشهيرة اللي هي بتبقى فرق من النص، وبعد كده في ضفاير. ده تمثال بطلميوس ال12. لما تيجي تبص على التمثال ده بتحس ان هو مدي على شكل مصري، ده بسبب امتزاج الحضارتين مع بعض، الحضارة اليونانية مع المصرية، فابتدى الفن يكون ممتزج، يعني حصل ميكس ما بين الارتس الايجيبشن مع الجريك. القاعة اللي بعد كده اسمها قاعة الحياة اليومية، دي بتعبر عن الأشكال التماثيل أو أشكال الحقيقية لليونانيين اللي كانوا عايشين في الوقت ده، بتبين شكلهم، بتبين حياتهم اليومية كانت عاملة ازاي، وبتبين لبسهم، ستايل لبسهم، بتبين الحاجات اللي كانوا بيستخدموها في الوقت ده.
بنشوف هنا تمثال من الحياة اليومية لسيدة وابنها، وعند الأرضية عاملينها برضو بالموزايك، زي ما قلنا الموزايك كان مشهور جدا في الوقت ده. من أهم التماثيل اللي بتميز مدينة اسكندرية وبتميز المتحف هنا، ونقدر كمان نقول إن هي بتميز الحياة اليومية، هي تماثيل التناجرة. موجود هنا في المتحف مجموعة كبيرة جدا من تماثيل التناجرة، اتسمت بالتناجرة لأن التناجرة دي أول مدينة في اليونان اتلقت فيها نوعية التماثيل دي. التماثيل دي اتلقت في المقابر في أماكن مختلفة في اسكندرية، بالأخص مقبرة الشاطبي اتلقى فيها عدد كبير. في من تماثيل التناجرة محفوظ دلوقتي في المتحف القومي، لكن العدد اللي قدامنا ده عدد كبير جدا من التماثيل. والتماثيل دي اتلقت معظمها في المقابر، وكانت بتعبر عن الحياة الشخصية أو الحياة اليومية للأشخاص. كانت بتورينا قد ايه هما كانوا بيلبسوا في منتهى الأناقة، ملابسهم كانت عاملة ازاي. في منهم كان بيلبس بورنيطة فوق الشعر، في منهم كانوا بيحملوا باسكت من الفاكهة. عندنا كمان تماثيل للأطفال، مش وهم معاهم البوبي أو القطة بتاعتهم. المتحف هنا كبير جدا، احنا نعتبر هنا في ثالث قاعة. المتحف متكون من 2 طابق. هنا الطابق الأرضي، الطابق الأرضي ده فيه معظم الآثار. احنا لسه ما زلنا في الجزء اليوناني. القطع اللي معروضة قدامكم هتحسوها ممكن في الكاميرا ان هي مش كبيرة قوي، بس لما بتيجوا بنفسكم تتفرجوا على المتحف هتلاقوا قد ايه ان هي احجامها مختلفة، احجامها كبيرة جدا، خاصة رؤوس التماثيل زي كليوباترا زي مارك انطونيوس. كل دولت هتحسوا بدقة تفاصيل كل تمثال. عشان نعرف تاريخ المتحف بالتفصيل بنروح عند قاعة الملك فاروق، دي آخر قاعة موجودة في الدور الأرضي. الغرفة هنا أو القاعة بتعرض فيلم تسجيلي عن التاريخ، بتعرضه باللغة الإيطالية ومترجم باللغة العربية، وهعرض لكم في حلقة لوحدها الفيلم ده. باختصار، المتحف افتتح في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1892. جوزيبي بوتي كان أول مدير ليه، وده كان عالم إيطالي، وبعديها علماء الآثار الإيطاليين كانوا هما اللي بتعينوا كمديرين للمتحف لحد ما جت ثورة 1952. بعد كده بقوا بيعينوا مديرين مصريين. في سنة 2005 المتحف اتقفل للتصليحات والترميمات، لحد ما بعد 18 سنة افتتح تاني في 11 أكتوبر 2023. احنا خلصنا الجزء اليوناني، بعد كده بنلاقي لون الحائط بيتغير للأحمر، كده احنا وصلنا عند الجزء الروماني. وهنا بنلاقي اللون الأحمر بيعبر عن دموية بعض الأباطرة الرومانيين، لأن كان عصرهم معروف باضطهادهم للمسيحيين، وأشهرهم دقلديانوس ونيرون وماكسيمينيوس. ده راس تمثال لأوكتافيوس اللي هو هزم مارك أنطونيوس في معركة اسكندرية، وأصبح بعد كده أول إمبراطور روماني سنة 31 قبل الميلاد. دي يد لأحد الأباطرة الرومان، وفيها تفاصيل للعروق بدقة، لو جيتوا وقربتوا من التمثال هتلاقوها واضحة. وفي كمان هنا التماثيل للوجه، بتبين تفاصيل الوجه طبيعية خالص. ده كان الفن في الوقت الروماني، كانوا بيهتموا بكل تفاصيل الوجه حتى التجاعيد. هنا معروض مجموعة من الموزايك في الأرضية، بتبين قد ايه ان الفنان كان بارع في اظهار تفاصيل الوجه. هنا ده وجه الميدوسا اللي احنا شايفينه قدامنا ده، اللي كانت بتستخدم في المقابر او في الساركوفاجس، التوابيت بتاعه المتوفي لحمايته. ودي بقى لوحة تانية برضو من الموزايك، دي حجمها كبير قوي، شايفين بقى الجمال والالوان اللي فيها. ده نموذج للبيت بيرجع للعصر اليوناني الروماني. بنلاقي قدامنا في نموذج كامل زي الكيتشن زي التويلت. بنلاقي كمان الأواني المستخدمة اللي كانت بتستخدم في حفظ السوائل، سواء كانت مية أو زيوت أو نبيت. وكمان في العصر الروماني ازدادت وسائل الرفاهية، يعني كانوا بيحطوا في منازلهم نافورة، كانوا بيعملوا حمامات سباحة.
ده كان مزدهر أكتر في العصر الروماني. من أجمل المعابد اللي اتلقت كاملة في اسكندرية هو معبد الراس السوداء، لأنه متسمي بالاسم ده لأنه اتلقى في منطقة الراس السوداء في اسكندرية، اللي عمله شخص اسمه أوزيدورو للمعبودة إيزيس في حمايته من حادث سقوط. التماثيل اللي موجودة هنا في المتحف ده كلها بحالة جيدة جدا. المعبد اتنقل من منطقة الراس السوداء لشارع أبو قير بجانب كلية الهندسة، معروض حاليا 4 أعمدة والسلالم، لكن التماثيل كلها اتنقلت هنا زي ما احنا شايفين، والمعبد حاليا مغلق غير متاح فيه الزيارة. شايفين بقى العجل أبيس اللي ظهر ما بين التمثالين دول؟ تعالوا نروح له نشوف حكايته ايه. الحياة الدينية في العصر الروماني استمرت عبادة الكثير من الآلهة، لأن هم كانوا متأثرين بالديانة المصرية القديمة. من أهم المعبودات في الوقت ده هو المعبود سيرابيس، وكان ليه شكلين. الشكل الأولاني اللي هو الشكل الحيواني على هيئة العجل، والشكل التاني كان بيمثل شكل إنسان في هيئة آدمية. والتمثال ده اتعمل في وقت الإمبراطور هادريان، واتلقى في معبد السرابيوم، ودلوقتي هيظهر معبد التمساح. تعالوا نروح له. معبد التمساح أو الإله سوبك ده رمز لإله النيل والأرض الخصبة. أهم معبد موجود هو معبد كومومبو في إدفو، وفي متحف هناك كبير للتماسيح المحنطة، اللي هيروح هناك هيقدر يشوفهم. في آخر المعبد ده بنلاقي فيه تمساح حقيقي محنط في أقدس جزء من المعبد اللي هو قدس الأقداس. المتحف كبير جدا وكان المفروض يتقسم على جزئين، فمعلش لو الفيديو ده طول شوية، أنا بحاول إن أنا أركز فقط على الحاجات المهمة، لكن باخدها بسرعة وبركز على القطع المهمة زي ما انتوا شايفين. ده الجزء الخاص بالجزء الفرعوني واللي خاص بالمقبرة، بنلاقي فيه موميا، في التماثيل الأوشابتس، في الأواني الجنوبية قدامنا. وممكن أعمل لكم فيديو خاص بالمكونات اللي بتبقى موجودة داخل المقبرة، يكون فيديو لوحده. في قدامنا تشكيلة مختلفة من المعبودات، زي حورس، واللي قدامنا ده الإله بس. وفي كمان عندنا تماثيل مختلفة من أوزوريس وإيزيس وحورس والإلهة باستت اللي هي القطة اللي قدامنا، وآلهة كتيرة جدا. وفي آخرهم هنا الكبرى أو شكل التعبانة أو الأجاثا دايمون. هنا دي قاعة موجود فيها تلفزيون بيعرض فيلم وتاريخ المتحف، لكن الفيلم هنا غير الفيلم اللي موجود في قاعة الملك فاروق اللي حكيت لكم عنها في أول الفيديو. هنا قاعة الحياة العلمية، فيها تماثيل للعلماء والمفكرين والفلاسفة. زي ما قلت لكم ان المتحف هنا كبير جدا، حوالي 27 قاعة بعد ما توسع وتجدد. لكن عشان نقول انهي متحف كان احسن، الجديد ولا لما كان قديم، انا بالنسبة لي مش هقدر احكي لكم عن القديم لان انا ما شفتوش، لانه هو اتقفل من 18 سنة. فبالكتير كنت مثلا بشوف صور ليه، كان في مثلا تماثيل كنا بندرسها في الكلية لكن انا عمري ما شفتها في الطبيعة، غير بقى لما جيت هنا افتكرتها. في كمان هنا في المتحف قطع بتتعرض لأول مرة. عدد القطع اللي موجودة هنا في المتحف 40,000 قطعة، ودولت قابلين للزيادة طبعا في حالة أي استكشافات جديدة في اسكندرية. وصلنا عند تمثال ديوكليديانوس، وكان مشهور باضطهاده لآلاف المسيحيين خاصة في آخر حكمه، والاضطهاد ده انتهى على يد الملك قسطنطين، وكان تاريخ تولي الحكم بتاعه سنة 284، أصبح بعد كده بداية للتقويم القبطي. بنشوف التوابيت الجميلة اللي قدامنا دي معمولة بزخرفة في منتهى الروعة، هي عبارة عن أسطورة يونانية. دي ممكن أعمل لكم عنها حلقة منفصلة. بعد كده بنلاقي الجزء البيزنطي. كده خلصنا الدور الأرضي، يلا بينا نطلع الدور التاني. تقدروا تستخدموا الأسانسير أو السلم. الجزء اللي فوق بنلاقي أول ما ندخل الأرضية الجميلة دي، أرضية الموزايك، دي اسمها موزايك النيل. بعد كده بنلاقي في تمثالين لآلهة النيل.
اللايت سيستم هنا تحفة جدا، بتحس انه كل قطعة منورة بشكل معين، بتحسسك ان انت رجعت بالزمن لورا. في الدور التاني اللي احنا فيه مش هتلاقوا قاعات، هو في اجزاء كتيرة لسه فاضية، مش مكتمل قوي يعني زي الدور اللي تحت. لكن ده ما يمنعش ان انتوا طبعا تيجوا تتفرجوا هنا، لانه هتلاقي حاجات مختلفة وحاجات حلوة جدا. هنا موجود اكبر عدد من الانفرة ممكن تشوفوه. ما زالت بحالة جيدة، شايفين الايدين بتاعتها لسه كويسة، ما فيهاش اي تكسير، حاجات بسيطة قوي اللي هي متكسرة. العدد هنا كبير جدا، العدد فعلا ضخم. مش هتلاقوا كمية الأنفرة دي في أي متحف تاني، هتلاقوا بس مش هتبقى بنفس الكمية اللي موجودة هنا. دي كانت بتستخدم لحفظ الزيوت أو لحفظ المية أو النبيت. الدور ده مركز على الاقتصاد، على اقتصاد مصر في الوقت اليوناني الروماني. في هنا برضو عدد كبير جدا من العملات. العملات دي اللي بترجع للعصر اليوناني والروماني، بعضها بيبقى عليه شكل للبطالمة، في شكل كمان للإسكندر، وش الإسكندر. العملات دي خاصة وش الإسكندر دي من أغلى العملات على مستوى العالم كله. العملات دي في منها معمول من الذهب والفضة، وفي كمان من ماتيريال تانية كتير. ودي قطع من الجولري زي الحلقان، الخواتم، الأساور، كلها معمولة من الذهب. الجميل في المتحف ده ان كل القطع اللي موجودة فيه كلها اتلاقت في اسكندرية، ودي حاجة بتميز المتحف عن اي متحف تاني هتروحوه. اي متحف تاني هتلاقوه بيضم اثار كلها اتلاقت في مصر، لكن المتحف ده هو الوحيد اللي بيضم فقط اثار محلية، اثار اتلاقت في اسكندرية. وبالرغم من كده فهو اكبر متحف موجود في ساحل البحر المتوسط كله. واسكندرية ما زالت غنية بآثارها، وان الآثار الموجودة دلوقتي تحت المباني اللي لسه مطلعتش هي اكتر بكتير من الآثار اللي احنا عارفينها. المتحف كبير جدا، اول ما بتخلصوا الدور ده بتلاقوا كافيتيريا وتواليت، كلهم موجودين برا. وفي تحت في تمثال كبير لإزيس نقدر نشوفه من واحنا هنا، اللي هو التمثال اللي قدامنا ده. كده احنا خلصنا، بنلاقي اول ما بنطلع قدامنا في الكافيتيريا، وفي وشها بتلاقي التويليت. بشجعكم تيجوا تزوروا المتحف وتقضوا هنا يوم جميل جدا. هاتوا صحابكم، هاتوا قرايبكم، واتفرجوا على جمال بلدكم. الفيديو ده خلص، لكن لسه في جولات تانية كتيرة. ما تنسوش اللايك الجميلة بتاعتكم والفيديوهات دي بتاخد وقت طويل علشان توصلكوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فانا احب اعرف رأيكم واقتراحاتكم لتطوير القناة. وتابعوا ايجي تورينا على الفيسبوك والانستجرام، واستنوا ان شاء الله حلقات تانية كتير عن اماكن سياحية حلوة في مصر. شكرا لمتابعتكم.